شغلة الدوشمة، شغلة الدوشمة تقدر تشتغله بالستة مليم اللي يعجبك، أقل شي بالستة مليم، 6.5. مثلا عندنا نريد ندوشمها، راح تحطها بالمخطط هيك، تخططها بقلم ماجيك. بعد ما تخططها راح يصير عندك هذا مثل القالب. السبب ليش هذا التخطيط، تجي تقصها حتى تقدر تدوشمها هنا. راح نواصلكم بالمراحل شلون تدوشمها هنا. طبعا هنا عندنا كاملة ورا ما تنقص، هاي مخططة ومقصوصة، راح تجي تتشكل على الخطوط اللي نريدها. تمام، راح تثبت على الخطوط اللي نريدها، لان هاي مقصوصة وكاملة حتى تصير بالارضية. نوافيكم المراحل تدريجيا حتى تعرفون وين نريد نوصل بيهم. طبعا تستخدم هنا مو كابسة مال مسدس هواء، لازم كابسة يدوية، لان حتى لا يطلع كليبس، لان 6 مليم هاي ونص، فاحتمال يطلع من الظهر. فتستخدم كابسة العادية، يعني حتى رخيصة ب 3000 5000 تطلع كابسة حتى تصير عليك سهلة. طبعا بعد ما تكلبسها، احنا قلنا بكابسة يدوية اعتيادية، راح تكون الضربة مالتك هنا، مو بالاسفنجة فوق هنا. تمام، بعد ما خطينا وقصينا، عرفنا شلون نخطها وعرفنا شلون نقصها. هاي بعد هنا تقدر تقسم التقشيش مالتك، تريد تسوي خرز عدله بالمراحل. طبعا وياكم يعني حسب طلب الاخوه. طبعا ما اشتغلت لكم، يعني اني اشتغل واصور حتى الفيديو لا يطول، لكن دا افهمكم المفيدات، يعني المهمات دا اشرحهن عليهن حتى تفتهموها. اما اذا اردتوا بانه اشرح لكم بانه من البدايه نشتغلها فماكو اي اشكال، لكن الفيديو يطول. بس دا اوصل لكم الفكره شلون تصير. يعني انت على الخط تمشي، حتى الاسفنجه على الخط، حتى من تجي تخليه هنا انت بالدوشمه، من تجي هنا تركب. بس احنا هذا كمثال، تجي تركب هواء، من تجي تركب القطعه مدوشمه كامله، شوف ما ابي اي، تجي ضبط عليها، يعني الاسفنجه تقعد عليها ضبط، شوف عليها ضبط تقعد. بعد ما تدوشم وتكون مقسمه تجي عليها ضبط. بس انا دا اوصلكم كالفكره مالتها، يعني الفكره مالتها شلون نخططها، شلون نقصها، شلون نرتبها حتى نطببها، وشلون نقتشها بهذا المكان. هاي بالنسبه للدوشمه الشرابي. نجي للمهمه. هنا ايش سوينا؟ احنا قسمنا التقسيم، صار 5 خرز. احنا شلون نطلع هذا التقسيم؟ راح نيجي نقيس بالفيته من هنا لهنا، ايش قد طلع عندنا؟ 98. راح نقول تقسيم 98 تقسيم 5 راح يطلع لنا 16. راح نقسم على 16، كل هاي النقطه 16. زين، بيش نحفرها سكويره. هاي السكويره شوف راح تصير هيك. قد صار عندنا التقسيم مالته 5 خرز. تمام، شنو الخطوه اللي اخذنا طول هاي ايش قد؟ 198. طبعا انت تمشي داقك، يعني يجوز اكو اطول اكو اقصر. هاي بالنسبه للرفيعات 198 قسمناها على في 5 طلعت لنا 16. يعني تاخذ بالفيته من هنا لهنا 16، من هنا لهنا 16، من هنا لهنا 16، وهكذا. يعني عندنا متوحدات على 16 حتى من تقاعد الخرز يصيرن عندك مضبوطات ووزن واحد. طبعا راح اكمل لكم اياه على مراحل. هاي نعتبرها كمرحله اولى وبدايه، شلون رسمناها وشلون طبقناها نعتبر مرحله اولى. بعد ما نوصل المرحله الثانيه اللي هي التقشيج الجلد، شلون نطبب الخرز. هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا قلنا هذا التقسيم مالتها. طبعا قسمنا لان نريد التقسيم بهاي الصوره يطلع، بهاي الصوره يطلع. هذا التقسيم للراس العالي. تمام، حتى الخرز مالته تقعد بالصورة الصحيحة. هنا ايش راح نجي نسوي؟ يعني احنا بعد ما قسمنا هنا، هاي بعد ما قسمناه هنا راح اقول لكم شلون راح تصير.
راح تجي خرزة هنا. فإذا ايش راح يصير هذا المرسم؟ راح يصير هذا هنا. حلو. وهذا راح يجي هنا خرزة، وهاي راح تصعد هنا، وهاي راح تنزل الخرزة هنا. هذا التقشيش راح يصير، راح نزل هيج، راح يجي هيج، راح يروح هيج، راح ينزل هيج، راح يصعد هيج، راح ينزل على هذا، على مكان الخرز. التقسيم بي يصير الحفر. بهالصورة راح يصير الحفر. تمام. يعني من راح نحفرها راح يصير الرسم بهالصورة. من تجي تحفرها راح تتقشش هيج، تنحفر هيج. هاي كانت ملاحظة بالجزء الأول. من نوصل القماش أنا سألتك إياه مراحل حتى تفتهم شلون التقسيم مالته. شلون قسمنا هذا؟ أنت تريد مثلا 6 خرز، الجو تريده 6، فراح تقسم هنا 98 تقسيم 6، راح يطلع لك مثلا 13 ونص حسب القياس. راح تبدأ تجر خط هيك، وبعدين على 13 سنتيم هيك تقسيمك يصير افقي عدل عدل. وبعدين تريد تقسم مثلا هذا التقسيم، هذا التقسيم راح يكون خطين، تقسيمه يكون خطين حتى هيك تصير الخرز. تقدر تطق له سكرين وتمشي عليه على التخطيط. تمام. هاي بالنسبة للوجوه مال الشرابي، تقسيمك هيك يصير. بعدين تجي تحفره بسكويره مثل ما قلنا بدريل هيك صغيرة سريعة أضبط أسرع حتى تجي مكان الخرزة الطب. بهذا التقسيم نكمل لكم اياه لما نوصل مرحلة القماش الجلد العفو.